وصلنا اسنا. مش متعود اعمل فيديوهات على طول اول ما اصحى من النوم، بس انا لسه صاحي من النوم والمفروض ان احنا دلوقتي هنبدا ننزل نستكشف اسنا ونشوف الدنيا فيها ايه في اول يوم لينا في اسنا. شكل الابواب نفسها زي ما ايطاليا فيها برج بيزا المائل، فاكتشفت ان هنا في اسنا في الصعيد عندنا في كمان المأذنة المائلة. تخيلوا ان المأذنة دي تاريخها يرجع ل1000 سنة من ايام المستنصر بالله، اتبنت تقريبا 400 هجري. ده شكل المأذنة من بره. لسه بقى ايه يعني، دي اول اكتشاف لينا النهارده في الشارع. لسه هنمشي ونشوف بقيه الشوارع عامله ازاي في اسنا الجميله. أنا دلوقتي قدام واحدة من أقدم المطاحن اللي موجودة في اسنا، وهي مطحنة شغالة بالطريقة الفرعونية القديمة، اللي هي الحجر اللي بيزقه جاموسة أو طور ويبدأ يطحن في الحاجة. تعالوا نخش نبص عليها ونشوفها عاملة ازاي من جوه. السلام عليكم. لجوه تمام. كلام سليم. ده جرانيت وده جرانيت لحد ما تبقى عجينه، او الوالد يلف او ايه او اي حد واحد ثاني يلف ورا الجمل كده. انا بحكيها لك بس يعني عشان ايه بشرحها لك ازاي تاني. أنا شفتها في الفيديو تقريبا. تمام. بقت مسكتها في ايدي كده، حسيت انها بقت عجينه في يدي او طابت ما طابت كده. بحاجه بحطها بحاجه اسمها البراش مصنوعه من النخيل. بعبيله بتاع 30 قرش 40 قرش زي كده. تمام. كلام سليم. دي اول مرحله. دي ثاني مرحله بخش بيها جوا حاجه اسمها بيت الزيت او مصنع الزيت. بشيل زي كده، بشيل بتاع كل واحد يشيل بتاع 4 كده ولا 5، يخش بيهم جوا كده. نخش جوه، يلا بينا. موضوع جامد قوي. ده مكبس. انا معايا ده زي كده العدد ده باجي احطه تحت ايه عندي ده العبيل بتاع برضه اللي عبيته ده، بحط بتاع 30 اللي بتاعت احطها تحت بعضهم كده 20 30 زي ما يكونوا كده يعني. تمام. باجي بضغط عليها دي اول عصايه دي كده، معلش عشان محملها انا عشان ما تنزلش يعني. بتنزل تحتيها دي اول عصايه. ثاني عصايه بضغط عليها دي. لازم تبقى طويله ولازم نفرين او 3 يزحوا فيها. الصوره دي. تمام. عشان تقدر تلف. بالتالي دي خفيفه على وبعد يد الوالد بتلف الزيت من فوق. يلف كده معانا. بس لازم عدد يلف. بس انا لو شلت الخليتين دول هذا ما جاي معك كده زي كده. وبعد الوالد بتلف الزيت من الجب هنا حاجه اسمها البير. من هنا اللي هي زي الصوره دي كده. من هنا كله بينضف كده ومش عارف ايه. نعمل لها شغل قبليها يعني. ودي يعني هي بتنزل هنا، تصب بتنزل هنا. أيوة. تاخد بقى انت الزيت من هنا. بتلاقي البراش كده كلام سليم. دي يعني دي من بدري اللي هي بتاع 10 سنين ولا حاجه، دي محتفظين بيها كلام سليم. دي هتلاقيها مفتحه كده بينزل الزيت منيها زي كده يعني. احنا دلوقتي نشتغل على الرحايا زي الناس القديمه ما كانت بتعمل. ده هنا الحبوب بناخدها نعمل كده، نبدأ نلف ده. الطحن بيتم بقى الموضوع صعب. بعدين بنبدأ ناخد الحاجات دي اللي بيطلع من هنا اللي بيتطحن وبيتعمل منه العيش.
انا دلوقتي داخل بيت النول في اسنا، البيت اللي بيشتغلوا بيه على النول وبيعملوا فيه الحبره دي هوريها لكم جوه بتتعمل ازاي، والحاجات اللي بتتعمل بشكل يدوي. المكان ده اقدم مكان في اسنا كان بيشتغل على النول، المعلم عادل وامجد عادل ومينا عادل. تعالوا اوريكم المنظر جوه عامل ازاي. اسمه الحبر. حبرة. الحبرة. الحبرة دي للعروس. العروسة اللي بتتجوز جديد. الثانية السوداء خالص للست الكبيرة. الست الكبيرة. ايوه احنا ماشيين بنشوف ستات كتير فعلا لابساها هنا زي رسمي في اسم. قبل ما يجيب لها الذهب يجيب لها الحبرة دي الأساسية دي معاها. بس هي نفس اللون ملهاش الوان، يعني هي بتبقى اللون اللي هو اللون ده بس. والثانية سوداء خالص. الفرخة للست الكبيرة. الست الكبيرة بتلبس سوداء. بتلبس السوداء خالص. الفيو اللي ورايا ده من بلكونة الأوضة بتاعتي هنا في اسنا. أنا في فندق اسمه السلام. الأوض هنا رخيصة مش غالية، يعني خشوا دوروا عليه على الفيسبوك أو هبقى أنزل لكم اللينك بتاعه عشان لو حد حابب يجي اسنا يقعد فين بعد كده يجي يقعد في الفندق ده. فندق جميل جدا قريب من كل حاجة غالبا، يعني هو بعيد شوية عن المحطة، يعني هتاخد توك توك أو هتاخد أي مواصلة هتجيبك هنا لغاية الفندق وهو معروف. بس هو من الفندق بقى لأي مكان في اسنا، يعني احنا كنت بقضيها مشي، كنتش بروح في اي، يعني كنتش بركب اي حاجه. بس الفندق جميل جدا، الاوض بتاعته حلوه واسعاره كمان مش غاليه، يعني انا مش يعني نتكلم في رينج 400 500 جنيه في الليله وانت قاعد على النيل حرفيا يعني. بالنسبه للاكل هنا ففي مطعم اوكرا كنت عملت عنه فيديو ده جامد جدا. في مطعم تاني اسمها ام ضاحي. ام ضاحي دي انت بتتصل بيها، تعالى هنا لما تيجي الفندق قول لهم بس عايز رقم ام ضاحي، هتتصل بيها هتجيب لك الاكل لغايه عندك هنا لغايه الفندق. هي بتعمل وجبات في البيت، اكل بيتي كله. وفي كمان مطعم اسمه الحاجه نفس الكلام، ممكن تاكل في المطعم او ممكن يجيبوا لك الاكل لغايه هنا، كله اكل حلو قوي 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 واكل بيتي. ويبقوا اسالوهم على اكله اسمها السخينه اللي هي عباره عن سمك كده بيتعمل بقمر الدين وكده. تجربه اسنا جميله جدا جدا جدا، لازم تيجوا هنا. دايما لحظات الوداع بتبقى رخمه قوي، فخلاص دي اخر اوقات ليا في اسنا على المحطه، مستني القطر اللي جاي من اسوان. رحت السوق جبت نبق وجبت عيش شمسي ومستني القطر علشان نتحرك على القاهره. فاهلا بيك من اسنا، بحييك.